أنتم لستم وحدكم في مواجهة الزلزال. تحت هذا العنوان وهون في الشمال الفرنسي اجتمع عدد من السوريين حتى يوصلوا رسائل التضامن لأهلنا في سوريا بعد الزلزال المدمر اللي أدى إلى استشهاد آلاف السوريين وتشريد عشرات الآلاف الآخرين. رسائل كثيرة من السوريين الموجودين هون، خلينا نسمع منهم. من الساعة 5 الصبح فقط، ولحد الآن يعني متابع لحظة بلحظة لحظة بلحظة. وانت بعيد من هون؟ طبعا أكيد ولو بعيد بس أنا قلبي هني. نحن صحيح بعيدين يعني، بس قلبنا معهم وحسينا فيهم ووجعهم وجعنا. هي مو أول زلزال بمر على سوريا، إلنا 12 سنة عم نتعرض لزلزال بيت الأسد. 12 سنة من الطيران والضغوط السياسية والتهميش والتآمر الدولي قدرنا نصمد، واليوم كمان أزمة كارثة مثل بحجم زلزال من أقوى زلزال من عام 1995. فإذا نحن كمان قدرنا نتعافى ونخرج من هي الأزمة بتكاتفنا وبقانا مع بعض إيد واحدة، ما بقى في شيء قادر يهزمنا. النصر حيكون فقط أمامنا. احنا موجودين بفرنسا صح، ولكن احنا أرواحنا موجودة معهم هنيك، حاسين بوجعهم، حاسين بألمهم، تهجرنا مجبرين، ولكن اليوم صار عندنا يقين أكثر، نحط إيدينا بيدين بعض. ورسالتي لكل شيء موجود بسوريا، ما نستأمن لا من دول الجوار لا من دول أخرى. الفعل اللي صار من قبل الأمم المتحدة بالتقصير اللي قامت فيه خلال 4 أيام، في عنا شهداء برقبة الأمم المتحدة وهن المسؤولين عن وفاتها. إنه كفاية لعب بالعواطف وتجارة الدم السوري، لأنه ما رخيص، وحتى الدم التركي اندمج بالدم السوري. اليوم الشعب السوري كلياته تحت الكارثة، حتى اللي موجودين هون مصاب أليم. أي كل شخص منا اليوم عم بيشيع أشخاص وأحباء. Beaucoup de Français qui croient que la guerre en Syrie. وبنعرف إنه من يومين تم قصف إدلب من قبل النظام، لكن في كثير من الفرنسيين ما بيعرفوا، وهذا الشيء بيخلينا نحس بالخزي والعار والخجل. تابعت الحدث هذا بتأثر كبير برشا. إني واحدة من الناس كتونسية عايشة لهنا في فرنسا، يعني متأثرت برشا. شفت إنه اللي صار حاجة قوية برشا على السوريين وعلى العرب بصفة عامة. حاولنا إنه نلفت نظر الفرنسيين البلد اللي نحن مقيمين فيها إنه صار في كارثة بتركيا وسوريا، وفي ناس تضررت من هي الكارثة وفي ناس إلى الآن تحت الأنقاض. فحاولنا بهذا التجمع بنوصل هي الرسالة، ويمكن أنت شفت يعني حتى الأطفال عم يوزعوا يعني هي المناشير اللي عم نشرح فيها إنه شو صار بسوريا والداخل السوري. اللي قتل بالبراميل، هل من معقول أنه يوصل مساعدات لمناطق الشمال السوري؟ مجرد إنه نحن سوريين بالخارج وعوائلنا وأطفالنا وأصدقائنا الفرنسيين قلبنا معكم ومتضامنين معكم وحاسين بوجعكم، تحت هالبرد واقفين وقفة صامتة، وبنفس الوقت ما عم نقدر يعني عم نحاول من كل الجهات إنه نتبرع نساعد. لازم كلياتنا نوقف مع السوريين بأي منطقة، ما عم نوقف مع الأنظمة وقوى الأمر الواقع. هذول على مزابل التاريخ، كل الأطراف. اليوم نحن هون أقل ما يمكن لازم نقوم فيه إنه ننبه المجتمع الدولي للقضية السورية وللكارثة السورية، لأنه هي ما مليتوا يا سوريين، ما مليتوا؟ يعني بيقول لك إنه صار لكم 12 سنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي وتركيا والعرب والكذا. طيب اليوم نحن ما جدد على الكارثة. هاي القضية قضية وجودية بالنسبة لنا. نحن مستحيل نجي نكرر المأساة الفلسطينية أو نسمح أنه تتكرر المأساة الفلسطينية معنا نحن كسوريين. طول ما نحن فينا نفس بدنا نظلنا ننادي ونقول في شعب مسحوق تآمرت عليه جميع الأنظمة وجميع وحتى المجتمع الدولي فقط من أجل نجاة شخص. واليوم هاي الدكتاتورية تحولت لمناطق، حتى لمناطق الأخرى كمان تحولت دكتاتوريات ثانية. بيقول لك إنه الكل الناس اللي طلعت خلص عايشة ومرتاحة وشايفة حياتها، وشو بقى بده يفيدكم سوريا؟ انتم بعاد شوفوا حياتكم. منا مرتاحين أبدا منا مرتاحين. إذا جارك مو بخير أنت مانك بخير. إذا جارك يعني عم بتشوفه تحت الأنقاض، عائلة كاملة جنب بيتي
جنب بيتي تحت الأنقاض، أنا بعرفهم معرفة مضبوطة حتى ولو مو قرايبي، بس أنا ما نمت لحد الآن 5 أيام، والله الله وكيلك الساعة 2 3 بفتح التلفزيون على طول عم بتابعهم لحظة بلحظة. امبارحة القافلة صار لها 5 أيام كانت واقفة على حدود كلش، 5 أيام، وعبد الرحمن مصطفى عم بيمنع انه ما بجوز، ما بعرف يعني حقه ولا مو حقه، انا ما بعرف. لا ما بنتوقع هالشيء. نحن كسوريين نحن ذقنا الموت من نظام بشار الاسد والبراميل والقصف والطيران. بعد 12 سنه شاف كل هالشيء، هلا اليوم بده يفطن او يتذكر انه في سوريين عم يموتوا بالزلزال. للاسف نحن ما عندنا ثقه بكل منظمات اللي تابعه حقوقيا او انسانيا، صار ثقه معدومه نهائيا. إن الله بس. ودائما لازم فقط نعتمد على انفسنا. وبدي اوجه تحيه لجنود الدفاع المدني، للملائكه الرحمه الموجودين حقيقه، يعني وجودهم مع الاهالي كانوا هم الامل. لو كانوا موجودين كان حتتفاقم الازمه اكثر واكثر. بعد 12 سنه اطاله امد الازمه بسوريا هو اطاله مدروسه من قبل هذا المجتمع الدولي، وهي الناس اللي ماتت اليوم ماتت بكارثه، ولكن اذا جينا نحصي العدد مات عشرات الاضعاف قبلهم من خلال حكومه النظام السوري، هي اللي قتلت على عينك يا تاجر بالمثل السوري المعروف، وما أنا خايفة من حدا وما أنا خجلانة من حدا. والمجتمع الدولي اليوم هو شريك بهي الكارثة، بأرواح الناس اللي تهمشت وانتست تحت الأنقاض. كنا بنتمنى انه يفتحوا المعابر وينقذوا الناس اللي تحت الانقاض، انه هلا ما عاد ينفع، خلص يعني العالم ماتت، رح يطلعون هلا اشلاء. يعني كنا بنتمنى هذا الشيء يصير قبل. هذا الحدث بخصني شخصيا، لأنه زوجي من أصول تركية وما زال عنده عائلة وأقارب بتركيا تأثروا بهذا الحادث، وبنفس الوقت عندي أصدقاء سوريين بمصر، فهذا الحدث أثر فينا كثير وحزننا كثير، ونتمنى لكم تطلعوا من هالمحنة بأقل الخسائر. بدنا نقولهم إنه نحن عم نحاول إنه نحن ما نسينا، نحن معكم، وخاصة إنه أغلب الموجودين السوريين يعني بدول أوروبا هن عاشوا بهي المناطق أو بدول الجوار، إن كان تركيا أو الأردن أو لبنان، وهن بيعرفوا السوريين كيف عايشين هنيك. يعني رسالتي الأخيرة بتمنى من أخواتنا اللي موجودين بالداخل السوري إنه ما يعتمدوا على حدا، ونرجع نحط إيدينا بإيدين بعض ونصحى أكثر، لنقدر نوقف كمان بوجه اللي إسا بيفكروا إنهم يكونوا أجندات أو أتباع لجهات ثانية. وما في كلمة بتعبر عن اللي عم يمر على الشعب السوري واللي عم يتعرضوا له واللي عم يمر فيك يوميا غير عن روحك يا حافظ. ما أحلاها من وقفة وما أجملها من مساعدة من أخوك السوري، ابن بلدك، ابن الثورة، ابن المعاناة، وبأي بلد من بلاد العالم. هذا الشعب اللي يقارع أعتى آلة قتل عرفها التاريخ بأي مكان، يأبى إلا يكون مع أخوه السوري. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويجزي الخير كل من وقف مع هذا الشعب.